اول شيء نقول مبروك لمنتخبنا هذا الفوز. قدموا مباراة جيدة. الف الف مبروك لمنتخبنا. ولكن رسالتي لبعض من الجهلاء اللي قاعدين يسيسون الكرة. تراها بالنهاية هاي كرة القدم تجمع الشعوب، تجمعهم على التنافس النظيف والحب والامور هاي كلها. ولكن سبحان الله في البعض ما ادري، اول شيء شايفين نفسهم على شو، وثاني شيء يقعدون يسيسوا لك المباريات كرة القدم هالرياضة الجميلة هذه قاعدين يسيسوا لك اياها يدخلونها ويخلطون الامور. سلامات. من بدات المباراة امس وهم جماعة قاعدين، وانا متاكد ان في كثير من العقلاء جالسين من بينهم ومش عاجبهم الشيء اللي صاير. بالنهايه تراها كره هذه. ولا تطلع لي هذيك في مقابله بعد المباراه قال والله منتخب البرازيل مش منتخب الامارات هذا. اوكي، مش وين المشكله؟ منتخبك بنجنس لين بنجنسه. وقبل ما تتكلمين عن اللعيبه المتجنسين من البرازيل ولا من غير البرازيل، زين، اصلا انت وجهك بكبره كله صناعي. اذا بتتكلمين عن تغييرات الامور كلها، انت غيرتي ترى في وجهك واضح، من عمليات التجميل، من البوتوكس، ومنه جاي تتكلمين عن تجنيس. سلامات. شوفي عمرك اول شيء انت تتكلمين. بالنهايه هذه كره تراها. انا بس اقول الف مبروك لدوله الامارات. هذا الفوز والصعود. ويوم بنقابل حبايبنا، بنقابل اشقائنا المغاربه. قبل المباراه الحب اللي يجمعنا، الت- ال- 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 الاحترام المتبادل بيننا وبين المغرب. فزنا بنقول ان فزنا مبروك هارد لك للمغرب. فازوا بنقول لهم مبروك. وبنقول لنا نحن بعد مبروك لان الفوز واحد بالنهايه. السلام عليكم.